السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إخواني وأخواتي في الله متابعين قناة صدقة جارية. رمضان الخشاب في فيديو جديد من سلسلة يلا نقرأ سوا. هذه السلسلة المباركة كنا بدأناها قبل رمضان بشوية وانقطعنا شوية عن القناة، سبحان الله العظيم. ربنا يتقبل منا منكم صالح الأعمال ظروف رمضان وكده. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله في هذه السلسلة المباركة. نبدأ وقفنا عند الصفحة الآية رقم 17 من سورة البقرة. هنقرأ إن شاء الله حسب ما تقدر. يلا كلنا كده نجيب المصاحف. هات مصحفك، افتحي مصحفك، افتحي تليفونك يا أختي على المصحف. الآية 17 سورة البقرة. نقرأ كل يوم صفحة أو صفحتين حسب ما يتثنى لنا. نحقق يعني النهارده إن شاء الله أول أقرأ صفحة بس، لأن صوت النهارده عندي دور برد كده. دعواتكم لنا في التعليقات بالله عليكم. الناس اللي بتشوف الفيديو تشاهد الفيديو بالله عليكم الآخر يا جماعة الخير، ده فيديو قرآن. شجعوا المحتوى الهادف، الله يرضى عنكم ويبارك في عمركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو. جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا نستمر بنشر مزيد إن شاء الله. وبعتذر لكم على صوتي لأن عندي دور برد، وبالله عليكم دعوتكم لنا في التعليقات. السلام عليكم.